هنفترض انك دحيح مش الدحيح، عاوز تعمل كل حاجة، تتعلم برمجة، تتعلم لغات، تتميز في رياضة، تقرأ كتب وكتب كتير، وتدرس برا وجوه. بس الحقيقة بتلاقي اليوم فالأسبوع فالشهر فالسنة عدوا، تلاقي يناير يجي بعديه أبريل، يا سبحان الله، وبعديهم يوليو ونوفمبر عشان نخطط للسنة الجاية، مع ان انت ما عملتش حاجة في السنة اللي عدت. انا كده برضو، بس مع الوقت بتعلم من التجربة والخطأ. المشكلة مش انك فاشل ولا حتى انك كسول، المشكلة الحقيقية في كثرة الطرق. اللي بيجري ورا كل حاجة بيتوه في السكة وما بيوصلش لأي حاجة. بالمناسبة مش أنا اللي بقول كده بالظبط، اسمع ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: واعلم أن السائر إلى الله كالسائر على طريق، فلا يصل إلى مقصوده إلا بملازمة الطريق والاستقامة عليه، وإذا لم يكن له همة فوق الهمة تاه في الطريق وكثرت عليه الطرق وضل. شوف الجمال، ابن القيم بيقول لك ايه: لو فضلت تبص على كل الطرق وتحاول تمشي فيهم كلهم مرة واحدة هتتوه ومش هتوصل لأي حاجة. يبقى محتاج تركيز، وحاجة حاجة، مشروع مشروع، وهكذا. طيب انت شغال كام شغلانة في الحياة؟ انت طالب، انت مهندس، انت معيد، انت دكتور، انت مدير، انت بابا، انت ماما، انت انور وجدي، انت اي حاجة او كل حاجة من الحاجات دي، او حاجات احنا ما قلناهاش اساسا. وهنا تيجي فايدة تريلو. مين وايه وليه تريلو؟ تعال نطبق عملي. خلينا هنا ناخد فكرة سريعة عن تريلو. زي ما انت شايف، بعد ما تنزل التطبيق طبعا وتعمل حساب او اكاونت، هتلاقي اول حاجه بيقول لك هنا طبعا في تيمز وفي انك سولو لوحدك. فهنفترض ان انت لوحدك دلوقتي، او عاوز التطبيق ده تستخدمه انت بس لوحدك يعني. ممكن تستخدمه طبعا مع زمايلك او كده عن طريق اللي هو تريلو تيمز يعني. فهنفترض ان انت هتستخدمه لوحدك، create your first Trello board. طبعا هنا ممكن تستخدم القوالب اللي قدامك دي. انا لا افضل استخدم القوالب، انا هستخدم كرييت بورد من غير تمبلت يعني. زي ما شفت احنا بنجيبها من فوق من هنا كده، بلس، علامة البلس دي تقول له كرييت بورد، وهتقول له مثلا اول واحدة مثلا بيرسونال او شخصي. تمام، تقول له مثلا باك جراوند، اي حاجه بعيد عن الالوان المزعجه. أم، وبس كده، انت كده عملت بورد. البورد زي ما انت شايف كده عباره عن lists، اللي هي عواميد كده، او لستة من المهام يعني. فاول حاجه هنسميها to do، حاجات عاوز اعملها. تاني لستة هقول doing، حاجات شغال عليها. اخر حاجه اقول done، يعني ده هيبقى الهدف الرئيسي، ان انا احول كل المهام بتاعتي لدن، خلصت. فمثلا او نفترض ان احنا قلنا عاوزين اجري لمدة 45 دقيقة متواصلة. ده هدف. الهدف ده اضغط عليه كده، هتلاقي في حاجة اسمها added checklist. هو الهدف ده يتحقق امتى؟ فادي تشيك ليست. اول حاجه مثلا انزل جيم 3 مرات في الاسبوع. وكمان اشتري جزمه للجري يعني. ممكن تجري حافي عادي على فكره. أم تشوف حد تجري معاه. اجري مع صديق، حد يشجعك يعني مثلا، وليكن ده برضو من ضمن المهام اللي انت عاوز تعملها يعني. او تدور على التراك وخلافه. تمام، يبقى انت كده عندك شوية مهام جوه هدف، والهدف بتاعك اللي هو اجري لمدة 45 دقيقة. فهنا نحط كفر كده، حاجة شكلها ظريف، وليكن الكفر ده done. تمام، بس كده تمام. فانت اول هدف بالنسبه لك اجري لمده 5 دقايق، وده موجود في الليسته الاولانيه اللي هو تو دو، حاجه عاوز اعملها. تمام. طيب انت دلوقتي توكلت على الله وعاوز تبدا. تمام، فتقوم ضغط عليها كده تاني، وهتقول له موف. عاوزها في دوينج، هشتغل عليها حاليا.
فزي ما انت شايف لو قفلت كده هتروح تلاقيها في دوينج، اتحركت من تو دو لدوينج. يبقى انت اول ما تيجي كده تبص تلاقي تو دو ما عنديش حاجه دلوقتي موجوده في المفروض اعملها، لكن عندي دوينج انا المفروض بعمل دي الوقت حاليا. ومثلا اشتريت الجزم، اعمل تشيك ليست، جريت مع صديق، تمام، وبعد كده نزلت 3 مرات في الاسبوع لحد ما بقيت اجري 45 دقيقه، فخلصت كل المهام، تمام. فبعد كده اقدر اعمل تشيك، اخلصها كده. وكمان move it to move the card to done. يبقى انا خلاص نقلتها في الجزء الاخير اللي هو done. وانا بالنسبه لي ده الهدف، ان انا من to do لdoing لdone. ده شكل البورد اللي اسمها personal. وهكذا يعني مثلا انا مثلا اضيف مثلا حاجه للسكول، اضيف بوردر للسكول، ونفس الكلام to do زي homework مثلا، homework science، تمام. ومثلا وهكذا. انا مش هقعد اقول بالتفصيل يعني. doing اول ما تيجي تشتغل الحاجه تنقلها على doing، ودone لما تخلص الحاجه ان شاء الله، تمام. وهكذا. وبرضو مثلا واحده بورد تانية مثلا للفاميلي، تمام. يبقى عندك كده ايه 3 بوردز، تمام. فهي الفكره كلها فين؟ لما بتيجي تفتح التطبيق يبقى عندك كل البوردز دي، تفتح البورد اللي انت جاي تشتغل عليه. انا جاي اشتغل على بيرسونال جولز، افتح بيرسونال واشوف ايه اللي المفروض اعمله، ايه اللي انا بعمله، ايه اللي انا عمل وانجزته. وكل اسبوع بتحاول تريفرش طبعا يوميا بتبص عليها قبل ما تنام، ايه اللي عندي بكره وهكذا، وترتب اولوياتك. وكل اسبوع بتحاول تحط مثلا افكار جديده، او كمان ممكن توقف افكار خلاص، في افكار ما مش مكمل فيها مثلا، كانت موجوده لكن ما بقتش صالحه، فخلاص بتنقلها او بتديسكارد، بترميها يعني، وبتشوف غيرها يعني، وهكذا. فده بالسريع كده تريلو، وايه اللي ازاي تقدر تنظم حياتك. طبعا هو في زي بيقولوا فيتشرز كتيره مش هقدر اقولها كل، يعني انت تقدر تستفيد فيه براحتك. زي ما قلنا احنا التول ما بتفرقش معانا، الاداه دي مجرد وسيله. فممكن تعمل كده بورقه وقلم عادي جدا، كراسه، كشكول صغير كده بتاع الجيب مثلا. الفكره كلها في الهدف، تنظيم، ان من كل حقل او من كل بستان زهرة من الحياة الشخصية اركز على هدف واحد. من الحياة اللي لها علاقة بالعائلة مثلا هدف، المدرسة او الجامعة وخلافه هدف الثالث، اقصى حاجة 3 اهداف بحيث ان انت لا تشتت نفسك، بس كده. وزي ما شفت تريلو فيه ميزة البورد او السبورة. لكل شغلانه من الشغلانات اللي في حياتك هيكون عندك سبوره او بورد، فمجرد ما تبص عليها تعرف ايه اللي انجزته، ايه اللي انت شغال عليه، وايه اللي انت بتخطط ليه. خد عندك مثال، مثلا البورد الشخصي او السبوره الشخصيه بتاعتك. اول مشروع فيها مثلا وليكن اجري 45 دقيقه متواصل في نفس واحد. طيب ده المشروع او ده الهدف. ايه المهام اللي انا اقدر اقوم بيها؟ وليكن انزل 3 مرات جيم في الاسبوع. مثال تاني، تدرس اي كورس او كورس مثلا زي PMP او غيره، ده المشروع. ايه المهام اللي اقدر انفذها؟ اقسم المشروع ده لمهام صغيرة قابلة للتنفيذ على مراحل. الشرط الوحيد ان ما يكونش عندك اكتر من 3 مشاريع في آن واحد، 3 مشاريع ماشيين مع بعض، بتاخد مهمة من كل مشروع في نفس الوقت. اكتر من كده تشتت وضياع. لكن حذاري 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 ان تكون الاداة نفسها زي تريلو او غيره مصدر تشتيت ليك، يبقى كده ما عملناش حاجة. عشان كده الاداء ما بتفرقش، تريلو او غيره، عشرات من التطبيقات والادوات اللي تقدر تشتغل بيها. ورقة وقلم هي الابسط على الاطلاق، لكن الفكرة في الهدف. طبعا في كتب مفيدة جدا في الموضوع ده، من اهمها كتاب ديب وورك او العمل العميق لكال نيوبورت. والكتاب بيتكلم بالمختصر عن ازاي تركز في حاجة واحدة في نفس الوقت. بمعنى ان ما ينفعش تروح تقعد على الكمبيوتر وانت مش عارف انت رايح تعمل ايه، انت لازم تكون قبلها مخطط
مخطط رايح تعمل ايه وامتى وفين. كل مشروع له مكان، كل مهمة لها توقيتها، وكل خطوة لها حساب. بمعنى ان ما ينفعش تقول مثلا انا هذاكر بكرة 4 ساعات، ده مش هياكل. لازم تقول هذاكر من الساعة 10 للساعة 2، فكده انت معاك 4 ساعات. وهذاكر الشيء الفلاني، الصفحة الفلانية او الفصل الفلاني، وفي المكان الفلاني كمان. غير كده من فيس لواتس لتيك توك وطار اليوم. عشان كده اول ما بتقعد على الكرسي انت عارف انت رايح تعمل ايه. انت مش رايح بتفكر هتعمل ايه، انت رايح تعمل الشيء الفلاني، والنتيجة انجاز وراحة بال وضمير. النظام ده او الاداة دي او السيستم ده محتاج صيانة دورية، وإلا هيفقد فاعليته مع الوقت. عشان كده لازم تخصص ليه كل يوم قبل ما تنام ممكن يكون 5 دقايق، أو كل يوم الصبح بدري أول ما تصحى 5 دقايق للتخطيط، وكل أسبوع يكون عندك نص ساعة، كل شهر، كل ربع سنة، وإلخ إلخ. وافتكر إن تريلو وغيره مش هدف، هو وسيلة. الهدف هو إنك تنجز. بالمناسبة الفيديو ده ليا أكتر ما هو ليك. أنا عندي كمان مشكلة في التشتت، وعشان كده من الوقت للتاني بقيم أولوياتي على قد ما أقدر. يقول أبو القاسم الشابي: إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر. وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر. وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر. فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. هذا ونتمنى لقاؤكم إن شاء ربي وربكم.